بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من ذا بول كاست. النهاردة حلقتنا من قلب المدرج، من أول صف، من ورا السور على طول، من الصوت العالي اللي دايما بيهز المدرج. واللي معايا النهاردة وضيفنا النهاردة ضيف وحكاية من حكايات المدرج، مش بس كمشجع، ده كمان بيحاول يساعد المنتخب بأفكار أو إن هو كمان يكون متواجد معاهم في مجلس الإدارة. أنا معايا النهاردة الكاتب والروائي والقاص والمشجع المتعصب جدا لمنتخب السويس، محمد أيوب. ازيك يا أيوب؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ حبيبي اخبارك ربنا ايه؟ يخليك. انت عامل ايه؟ الحمد لله. اخيرا يا ايوب بنصور البودكاست، اخيرا الحمد لله رب العالمين. انا سعيد جدا ان انا معاك. الله يخليك. ان شاء الله تبقى حلوه ان شاء الله باذن نخفف الله. عليك. هي حلوه عشان انت معايا، صح؟ حبيبي ربنا هي يخليك. جميله عشان انت معايا. ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله. بص، انا عايز اتكلم معاك في حاجات كتير، وانا بقتنع جدا ان انت عشان تعرف حال الفريق اسال جمهوره. كويس. يعني انا دايما بقتنع بكده، ودايما العنصر الاضعف او اللي مش مشهور قوي في المنظومه الكرويه بيبقى الجمهور، لكنه العنصر الاكثر الاهم، وفاء. هو رقم واحد. مظبوط. ما حدش يختلف يعني مظبوط. مع اي نادي طبعا. مظبوط. فانا عايز ابدا معاك حال منتخب السويس حاليا. احنا بنشوف ان بعد ما السنه قبل اللي فاتت كنت في دوره الترقي من ضمن الاربعه اللي كانوا هيصعدوا على طول دايركت، ليه واحد منهم يعني يصعد دايركت للدوري الممتاز. دلوقتي انت للاسف في مشاكل بسبب الهبوط. الدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا ماشيه بشكل عشوائي. يؤسفني ان انا اقول لك كده، ان الدنيا ماشيه بشكل عشوائي. نادي منتخب السويس يعني مش بيسير بخطى ثابته، ما عندوش استراتيجيه ماشي عليها، ما عندوش بلان بنحطه. للاسف احنا يعني جزء كبير من ازمتنا هي العشوائيه. احنا زي ما انت قلت من سنه ونص كنا قاب قوسين او ادنى من صعود الدوري الممتاز. احنا السنه دي فعليا هبطنا لقسم الممتاز به، اللي هو يعني الدرجه الثالثه، يعني خلينا يعني نقول مع اختلاف المسميات. فاحنا بنعاني، احنا سنه فوق وسنه تحت خالص، غير ان احنا اصلا في الاساس 25 سنه مظالم. يعني احنا 25 سنه بعيد عن الممتاز بالظبط. فاحنا في ازمه طويله. ابعادها ممكن بتختلف من وقت للتاني، ويمكن دلوقتي حاليا احنا في حته بعيده، احنا في حته صعبه جدا معنويا وماديا وكرويا وعلى المستوى العام بشكل عام. لا، منتخب السويس في ازمه. وصلنا لده ليه او ازاي؟ يعني احنا كانت الدنيا الى حد ما مستقره، مش هقول كانت ما كناش اغنى نادي يعني في منطقه القناه مثلا. تمام. بس ايه اللي وصلنا لكده؟ لا بس احنا عمرنا ما كنا مستقرين. انا بقول قبل كده استقرار نسبي خالص يا معتز. بص، او ممكن اكون معلش مش موضحها لك كويس، ما كانش فيه كم المشاكل والظهور اللي احنا فيه حاليا. ما انا فهمت قصدك. فاهمني؟ فاهم قصدك وفاهم سؤالك. احنا عمرنا ما كان عندنا استقرار. انا عندي كلمتي. احنا للاسف المتغيرات بتفرض نفسها على نادي منتخب السويس، لكن منتخب السويس ماشي بقوه الدفع، وقوه الدفع دي يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى تواجدنا بالشكل اللي هو يعني نوعا ما ملائم اللي انت فسرته استقرار، وممكن ناس كتيره قوي يعني تفسره استقرار، لكن هو قوه دفع من المخلصين من ابناء النادي وبعض يعني المحبين او المستثمرين على فترات. نادي منتخب السويس من وقت هبوطه تعاقب عليه مجالس اداره كتير. تمام. للاسف انا كنت في مجلس من المجالس وما بعفيش نفسي طبعا من المسؤوليه، لكن كل المجالس كانت بتمشي بالنادي بالمسكنات. احنا تملي بنستلف، تملي علينا ديون، تملي يعني عندنا لعيب كويس بنبيعه ونمشي بالدنيا شويه، لكن عمرنا ما كان عندنا استقرار. عمرنا ما كان في سيزون احنا شغالين فيه عندنا فلوس الشهر الجاي او عندنا فلوس شهرين ثلاثه لقدام. كان بتجي لنا بعض الاعانات مثلا من هيئه قناه السويس، من المحافظه، من اتحاد الكره، مبالغ ضئيله. اتحاد الكره ما بيدعمش اكيد طبعا، من بعض المستثمرين مثلا في السويس او غيره طبعا، بعض التبرعات من المخلصين من ابناء النادي، وده حصل السنه دي بالمناسبه. انت طول الوقت ماشي يعني ايه ستيب باي ستيب ماشي. طب احنا فنشين السيزون علينا ديون، انت علينا ملايين. نقلت مكان النادي، وان انت خدت المكان الجديد اللي هو اللي موجود حاليا، ده ما فرقش في شيء؟ ما فرقش في العائدات بتاعه النادي في شيء؟ ما دعمش النادي ماديا؟ ما اقدرش اقول لك ما فرقش، بس مش الفرق اللي انت متخيله. احنا نقلت النادي الجديد، المقر الجديد طبعا هو حاليا حاله المقر مش احسن حاجه يعني، معروف السويس عارفين. لكن احنا عندنا المقر الجديد ده خلى عندنا قاعده نشاط رياضي للالعاب الاخرى.
السباحه، مدرسه الكوره، والسله، الطايره. وهي العاب يعني برضو نوعا ما بتعتمد على الاكاديميات، فبتحقق دخل وليكن مثلا في الشهر 50,000 100,000 200,000. دي مش فلوس للاسف. يعني احنا اصلا عندنا بند رواتب للموظفين والعاملين ومصاريف الصيانه وخلافه والاستهلاكات بقى الكهرباء وهكذا، مبالغ ضخمه بتوصل شهريا لمنتخب السويس ممكن 300,000 400,000 التزامات ثابته شهريا. احنا ما عندناش عوائد تاني، ما عندناش حاجه تاني للاسف. طيب يعني نقدر نقول ان مشكله منتخب السويس ماديه بصفه او بنسبه 80% كده كده. يعني وخلي بالك انا لما بكلمك عن منتخب السويس فاكيد المستمعين او المشاهدين بيبصوا على الكوره، يعني بيبصوا على الكوره، فاحنا بنجيب الاصل بتاع المشكله او اللب بتاع المشكله. فانت مشكلتك 80% من الازمه ماديه. انت عايز رايي؟ اتفضل. لا مش ماديه. ازاي؟ احنا ازمتنا زي ما قلت لك احنا عايشين بعشوائيه طول عمرنا، اداريه. تمام. في الوقت اللي الناس خدت فيه خطوات احنا ما خدناش فيه خطوات. احنا كنا ممكن نبقى احسن من كده مئات المرات. من سنه كام بقى؟ من سنه 2000. الخطأ يا معتز بيفضل يتكرر ويتكاثر ويختلف شكله ويتزايد لغايه لما بنوصل لاخر مراحل اللي احنا فيها. توصل لمرحله ان انت دلوقتي كل هدفك ان انت تحافظ على شكل فريق الكوره، وعشان تحافظ على شكل فريق الكوره عايز تصرف ملايين، والملايين دي مش معاك فبتضطر تستلف او تبيع لعيبه كويسه، او ان انت تعيش على الاستدانه او على تبرعات المخلصين او على تبرعات الطامحين. يعني برضو خلينا برضو نتكلم بصراحه اكتر. ففي النهايه خالص احنا بقالنا 20 سنه ماشيين يعني بشكل عشوائي على نفس النمط. العشوائيه دي بقى حرمت نادي منتخب السويس من انه يبقى ليه مصادر دخل ثابته، حرمت نادي منتخب السويس انه يبقى ليه اساس ثابت في كل الالعاب الرياضيه وكل الالعاب الترفيهيه والنشاط الاجتماعي والنشاط الرياضي. فبالتالي المؤسسه، انا اسف ان انا بقول ده، بس هش. انت عندك كل اللي عندك فريق كوره، انت عايز تحافظ على وجوده، ووجوده ده بيتطلب منك ملايين علشان انت طول الوقت عايز ترضي جماهيرك. وطبعا ده حق الجمهور ان عندنا فريق كويس. ادي الموضوع. بيمشي مجلس بيجي مجلس، بيمشي مجلس بيجي مجلس، كل هدفه خلي الفريق في احسن شكل ممكن بغض النظر عن المقابل. وبالتالي مفيش اساس للاسف. يعني اسفني اقول لك كده، الاساس هش. طيب انا بحب دايما من الى. تمام. احنا ذكرنا المشكله وحللناها. تمام. الحل، انت شايف الحل من وجهه نظرك ايه؟ يعني مثلا لو جيت تسالني انا في وجهه نظري، يعني انا اسف، احنا محتاجين استثمار. تمام. استثمار، حد يجي جاي يستثمر في نادي منتخب السويس، هيقومه، هينشئه نادي. انت عارف يا معتز احنا بنسمع كلمه استثمار دي في نادي منتخب السويس من زمان جدا، من سنه 2008. من زمان جدا. كنا في المقر القديم في الملاحه. وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص الاستاد السويس القديم اللي هو المقر الحالي لمنتخب السويس على ان يستثمر المقر القديم. واحنا كمان نستثمر في المقر الجديد. احنا استثمرنا في ده استثمرنا في ده طول الوقت. الخطوه تمت لكن ما اتتش بالثمار اللي احنا كنا عايزينها. احنا استلمنا المقر الجديد 2008. الانتقال ليه في 2020. انت متخيل ان احنا قعدنا 12 سنه ننقل، وفي الاخر برضه نقلنا جزء يعني احنا برضه عندنا في المقر الجديد بعض الاماكن او بعض المنشات تقريبا ما فيش منشات غير مبنى الاداره اللي هو مبنى صغير جدا، ومفيش مباني تاني، ملعبين وحمام السباحه. انت متخيل مدى البطء اللي احنا ماشيين بيه؟ ده بيبقى داخلي من الاداره، مش من اتحاد الكوره او من المحافظه او غيره. لا، في ناس بتساعد وفي ناس معرقله، في ناس قدت دورها وفي ناس كانت متكاسله. كل ده. طب هو انا ممكن اسالك سؤال؟ يعني خلينا واضحين. ماشي. هل في يعني انا عايز اصيغها بصياغه شيك عشان بس ما حدش يفهمني غلط. يعني هل بيبقى في ناس مثلا عايزه تظهر هي اللي تاخد اللقطه؟ تمام. انا اللي عملت المنتخب السويس، انا اللي ساعدت، انا اللي عملت كذا، فبالتالي بيبقى في ناس لا عايزه تكسر الحته دي عشان فلان ده مثلا ما يطلعش. انا عايز اقول لك يعني الدنيا مش سالكه. لا خالص احنا بشر. انا عايز اقول لك وبدون يعني تجميل لاي جمله او لاي تصريح، احنا طول الوقت نادي منتخب السويس المكان المستباح لاي حد عايز يظهر. طول الوقت احنا عدى علينا مرشحين وعدى علينا طامحين
مرشحين بقى للمجلس ومرشحين للمجلس الشعب ومرشحين للمجال. كل الناس بتعدي على منتخب السويس عشان ياخد اللقطه، لان منتخب السويس هو يعني هو المتنفس، وهو فيه يعني كل الناس بتحب نادي منتخب السويس وبتعشقه. فانا اتسلل من النقطه دي، وللاسف يعني الناس عارفه ده. لكن مين قدم ايه حقيقي؟ يعني تعالى كده نعمل. انا نفسي معتز والله، وبكلمك بصفتك بقى يعني اعلامي شاطر، الله يكرمك. انا نفسي يبقى في توثيق حقيقي وتاريخي للمراحل اللي بيتم بيها نادي منتخب السويس. عارف يعني توثيق تاريخي طبعا، يعني اجي اقول لك محمد ايوب كان موجود في وقت معين، عمل ايه حقيقي. طب انا ممكن اقول لك سر على فكره، يعني اثناء تحضيري لحلقتك وتحضيري الحلقات اخرى تخص منتخب السويس، كم المعلومات الموثق لنادي السويس بالشخصيات قليل جدا. هو مفيش يا معتز جدا، يعني الواحد بيتعب عشان يجيب المعلومه المؤكده بتاريخها. شفت انت التعب اللي انت تعبته على المستوى الاعلامي عشان توصل للمعلومه، عشان تلاقي ارشيف كويس، عشان تلاقي داتا كويسه. قيس على ده كل حاجه في النادي. يعني تاريخ النادي الحقيقي مش مدون. بطولات النادي، مشاركات النادي احنا فاكرينها بس عشان مذكوره. انت لو حبيت تعمل ده هتتعب جدا. ايوه احنا فعلا ما عندناش حد موثق حاجه، ما عندناش. انا قلت لك ايه في الاول، يعني الاساس هش للاسف. احنا عندنا اساس عظيم بحب الناس وارتباطها بيه. عندنا ناس ده مصدر القوه اصلا، رقم واحد احنا لاي حاجه. احنا 95% من قوتنا الحقيقيه هي الجماهير. الجماهير هي اللي انقذت نادي منتخب السويس انه يهبط، وهي اللي انقذت نادي منتخب السويس انه يكمل، وهي هي الجماهير دي اللي مخلى النادي مكمل لغايه دلوقتي. يعني وان كان بعض الناس ممكن تزعل من الكلام ده، رابطه المشجعين والمخلصين والجماهير والروابط، كل الناس دي هي الحامل الحقيقي لنادي منتخب السويس. يعني المحافظين جت ومشيت، رؤساء انديه جت ومشيت، مجلس ادارات جت ومشيت، نواب مجلس الشعب وشورى جم ومشوا. كل ده قضى دور وقتي في نادي منتخب السويس. لكن مين الثابت على مدار كل العصور؟ ده مش في اخر 25 سنه، ده من يوم ما يعني انشاء النادي طبعا. الثابت الجمهور. انا عايز اقول لك لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، جماهير نادي منتخب السويس بتقدم دور قوي اقوى من اي حد، مع احترامنا للجميع. الناس عاملين معركه ضد اتحاد الكوره، بنطالب بالعداله. الناس كان عندها استعداد تسافر. كنت لسه هاجيلك بقى في النقطه دي. لا يعني احنا جماهير نادي منتخب السويس هي العنصر الوحيد اللي بيقدم دوره في النادي على اكمل وجه في كل مراحل. انا هضيف على كلامك حاجه. احنا دايما لما تيجي تبص على الفرق بتاعت دوري المحترفين او دوري درجه ثالثه، زي مثلا اسوان مثلا، تمام، فبيبقى في مشجعين لنادي اسوان، بس تيجي تساله انت اهلاوي ولا زملكاوي، دايما يبقى في اهلي او زمالك في الموضوع. يمكن من القليل لما الاقي جمهور لا يقول لك انا منتخب السويس بس، انا اصلا ما بشجعش اهلي، انا ما بشجعش زمالك، ما بشجعش اسماعيلي، ما بشجعش مصري، رغم ان هم ضمن مدن القناه تبعنا. فيقول لك لا انا منتخب السويس فقط. وده منهم محمد ايوب بالمناسبه. يعني انت لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا حتى متابع كره عالميه، انت منتخب السويس فقط لا غير. فهو فعلا حته الوفاء في النادي موجود، او عند الجمهور موجوده عند الجمهور. ويكفي ان انتوا مثلا من سنه كان في حمله تبرعات من الجمهور عشان الازمه اللي كانت حاصله ساعتها. مظبوط. مع استاذ اسامه الموشي. طبعا الكلام ده كان من سنه مثلا ونص حاجه. لما صعدنا للمحترفين، لما كنا في دوره الترقي. طيب عايز انقل معاك على نقطه مهمه، ولا انت عايز تقول حاجه تاني في الحته دي؟ لا خالص. انا اللي انا عايز اقوله ان احنا فعلا محظوظين بجمهورنا. احنا البوينت اللي انت قلتها دي بخصوص الانتماء، يعني انا يعني يمكن بقيت كبير نسبيا سنا، في شباب واحد. انت لسه شباب، احنا ممكن نلعب كوره مع بعض. هتكبر نفسك بقى. انا عايز اقول لك لما تيجي معانا المدرج تنبهر. في شباب صغير معانا 13 سنه و12 سنه و15 سنه و18 سنه، ما شافش السوس غير متعاسف. لكنه مقاتل عليه، بيضحك لما نكسب وبيعيط لما مش دي جينات. جينات وراثيه طبعا، جينات سويسي. طبعا فدائي اللي هو يعني انا بموت على منتخب السويس ان هو بنسافر. الناس ما بتبقاش مصدقه ان احنا بنسافر بلاد. ايوه اسكندريه وبتروحوا جنوب. بمناسبه اسوان، انا ما سافرتش، لكن في بعض المخلصين سافروا. الناس كانت مندهشه ان احنا الناس سافرت في الصيام 18 ساعه رايح علشان تحضر ماتش 90 دقيقه وراجع. الناس كانت مندهشه في اسوان. انت جاي تشجع ماتش في الدرجه الثانيه لمنتخب السويس. ماتش مش موسع، مش هيصعدنا مثلا، مش نهائي كاس، مش نهائي دوري.
عارف فالناس- المشكله فين او اللقطه فين؟ اتفضل. ان لما بنيجي نشوف اللقطه دي في دوري انجليزي مثلا في فرقه درجه ثالثه او تشامبيون شيب اللي هو الدرجه الثانيه مثلا بتاع تمام. الدوري الانجليزي، تلاقيه فريق محدش يعرفه بس كميه الجمهور اقليميا اللي هو يعني جمهور المقاطعه تمام. اللي موجود، فبنقعد ننبهر. طب ما بنطبقش ده هنا ليه؟ لا، يعني طبعاً. ليه دايما منتخب السويس الناس شايفه ان هو ايه يا عم انا اسف يا عم ده مجانين، ده بيروحوا يسافروا وراهم اتقلنا ان احنا مجانين، بيسافروا اسكندريه برج العرب، بيسافروا مش عارف ايه، لا، ده انا عايز اقول لك بقى بتسافروا مرسى مطروح احيانا طبعا عشان مسابقتنا بدون جمهور. احنا احيانا كتير جدا بنسافر ما بنخش الماتشات، يعني مثلا ماتش تبقى ورا الباب، ماتش العبور اللي احنا صعدنا فيه من الدوري الدرجه الثالثه للدوري المحترفين. أيوة. انا كنت في الماتش وسافرنا العبور. احنا سافرنا قبل الماتش بساعتين، والماتش بدا والشوط ونص الشوط الثاني يعني خلاص الماتش على وشك ان هو ينتهي، واحنا ما دخلناش الاستاد فبنشجع من بره. ليه؟ عشان اللعيبه تسمع صوتنا. يعني وده مش اول يا ما سافرنا بلاد وده ما سافرنا ملاعب وما دخلناش كتير. وعلى فكره الصور دي موجوده دي الموثقه دي الموثقه للاسف يعني دي اللي واضحه ان فعلا كان في جماهير. كل املنا ان الناس تحس بينا، اللعيبه والمدربين وحتى كمان الجهات المعنيه في الاستاد او في المباريات. كتير بنلاقي التعاطف، يعني كتير بنلاقي التعاطف ان الناس جايه من اخر الدنيا وسايبين اشغالنا وسايبين بيوتنا وسايبين عيالنا وجايين عشان نشجع فريق بلدنا. احنا مش عايزين منه حاجه، يعني لا احنا بناخد اكل، بالعكس ده احنا ده انتوا بتصرفوا من جيبكم. وشباب شيء معروف صغير وناس كبيره. احنا معانا ناس تجاوزت ال70 وال80 بتسافر معانا في كل الماتشات. الله اكبر، حب غير عادي. وانا نفسي معتز يعني ان شاء الله في اقرب وقت كده، يعني انتوا كبرنامج بيقدم اعلام محترم ان شاء الله، الناس دي تستحق ان انت تسجل معاها. اكيد. انا بص اقول لك على حاجه، احنا في بروجكت كبير جدا بما ان احنا سويسه، فطبيعي جدا المتنفس بتاعنا منتخب السويس، فاكيد لازم هنستقطب كل الناس المهتمه بمجال الكوره تعمل تقرير ممتاز وفي السويس، مش مجرد ان انت مشجع بس، لا تعالى انا عايز اسمعك. لان انا زي ما قلت لك ان عايز تعرف حاله النادي، عايز تعرف الحرقه، اسال الجمهور. مظبوط، مش هتسال المسؤول. نروح لنقطه تانية، ودي النقطه الاشهر حاليا، وهي نقطه ان منتخب السويس بيحاول جاهدا ان هو يقدم كل ما يستطاع عشان ما يهبطش للدرجه الثالثه، وان احنا يتم الغاء الهبوط صراحه يعني من دوري المحترفين زي ما حصل في الدوري المصري. وعشان نكون واضحين، ده اتعمل ليه؟ اتعمل عشان الاسماعيلي ما ينفعش ان هو ما يكونش موجود في انا اسف بس ده الواضح. تمام. فطبيعي ان منتخب السويس بينادي بحاجه زي كده، ان انا مش عايز اهبط للدرجه الثالثه. وبعدين حتى لو من الباب العدل ان منتخب السويس ما يهبطش طالما اللي فوق مش هيهبط. مظبوط. طيب هل هنوصل لحاجه ولا لا؟ املين ان احنا نوصل لحاجه، يعني عندنا امل ان احنا نوصل لحاجه. تمام. لكن المؤشرات مش بتقول كده بالمناسبه. ماشي. المؤشرات مش بتقول كده. ايه الخطوات اللي خدها منتخب السويس في حاجه زي كده؟ لا انا بس عايز اوضح لك كمان مدى العبث اللي اتحاد الكوره بيعمله. احنا شغالين على المسابقه دي من قبل ما تبتدي بيبقى متحدد لوائح، كم واحد يصعد كم واحد يهبط. مظبوط. وكذلك الدوري الممتاز وكذلك الممتاز به والقسم الثالث وخلافه. حلو. احنا اتفاجئنا كلنا ان الدوري الممتاز تم الغاء الهبوط بقرار من الرابطه مبدئيا. واتحاد الكوره صدق عليها في الاجتماع اللي بعد. احنا في المحترفين ما عندناش رابطه انديه. مظبوط. اللي بيدير المسابقه بتاعتنا اتحاد الكوره. اتحاد الكوره وفقا لما تم من الغاء الهبوط في الممتاز، طبعا المفروض كان في فرقه هتنزل مش هتنزل. اتحاد الكوره عمل ميكس عجيب. قال خلاص المحترفين في 3 يصعدوا. واحنا المفروض في المحترفين في 3 هينزلوا. للاسف منتخب السويس كان واحد من ال3. مظبوط. علشان هيعمل نظام جديد للسنه الجايه هيبقى المحترفين في 18، فقال خلاص بدل ما يهبط 3 يهبط 2. فبالتالي هبط منتخب السويس بصفته الاخير في الجدول ونادي سبورتنج، وعايزين نادي تاني يقعد. فكان طبعا التالت ده نادي لافينا. وكان الدرجه الممتاز ب المفروض يصعد منها 3، فصعد طبعا ال3 فرق. وعشان يكون العدد اللي هو متفق عليه فعمل زود العدد في الدوري. زود العدد في الدوري عجيب. ده طبعا لا موجود في اللائحه ولا موجود في لائحه المسابقه ولا في اي حاجه. قال خلاص هناخد الفريق رقم 18 في الجدول يلعب مع احسن ثواني تحت مباراه فاصله من ذهاب وعوده. طبعا ده عبث، وده اللي اثار غضب نادي منتخب السويس.
احنا اللائحه ما اتطبقتش علينا مم. ولا اتطبقت على الدوري الممتاز مم. ولا اتطبقت على الدوري الممتاز بيه. مم. فاذا في خلل كده. اتحاد الكره بيدير المسابقه بقعده مصطبه. طبعا انا مش هقول كلام يعني يؤخذ علينا، لكن هو ما فيش اي يعني لو اللائحه كانت اتطبقت علينا احنا كنا هنلتزم بالقرار، لان احنا فعلا منتخب السويس ادى السنه دي موسم ضعيف. احنا مفنشين الاخير في الجدول، ودي اول مره تحصل في حياتنا. مم. اضعف خط دفاع، اضعف خط هجوم، اقل فريق فاز في عدد المباريات داخل الارض. احنا قدمنا موسم هزيل. انا بقول لك بكل صراحه وبكل شيء، احنا قدمنا موسم تمام. هزيل ونستحق الهبوط. دي نقطه ممكن نبقى نتكلم فيها. احنا دلوقتي معركتنا الحقيقيه مع بنتكلم اتحاد دلوقتي الكورة احنا بنتكلم إن احنا لوائح. يطبق اللائحه الكل او ما بالظبط. تطبقش اللائحه ما الناس هي كلها. المشكله ايوب، ان يعني انت بتتكلم في مشكلتك كدوري محترفين، صح؟ مظبوط. يا باشا انت دوري بص، المحترفين ده كان خدعه، اتحاد الكوره خدعنا بيها. احنا اتحاد الكوره خدعة؟ طبعا خدعه. ما فيش جديد يتقدم. كلمه كبيره. طبعا خدعه. احنا اتحاد الكوره لما جه اقر دوري المحترفين علشان تعلي من شأن البطوله، فيبقى في تنافسيه اكتر، في مظبوط. ربح اكتر، البطوله آه. تسوق. احنا البطوله اتسوقت، حصل، دي حقيقه. احنا ما خدناش اعلانات، ما جاش راعي للبطوله. النادي منتخب السويس وكل الانديه اعتقد يعني ما خدتش حق لا رعايه ولا حق الاذاعه ولا المبلغ اللي اتحاد الكوره قال انا هوزعه على جميع الانديه مقابل الانتقالات. احنا ما خدناش حاجه من اتحاد الكوره. احنا منتخب السويس كان بيلعب في اسوان، تاني يسافر بعد كده يلعب سبورتنج في اسكندريه، نلعب في مطروح، نلعب في الدهليه، نلعب في المنصوره، نلعب في السويس. ده طبعا كلف فلوس اكتر. احنا لعبنا عدد مباريات اكتر من الدوري الممتاز. منتخب السويس في مجموعه يعني النظام القديم قصدك لما كان هي مجموعه بحري او مجموعه القاهره مجموعه الصعيد، وحتى الموسم الحالي يعني حتى الدوري الممتاز احنا لعبنا عدد مباريات اكتر. النادي المنتخب السويس لعب 38 مباراه. 38 مباراه، 19 بره و19 جوه. تخيل مدى كم المصاريف اللي اتصرف بس على الانتقالات وعلى الاقامه. كان المفروض ان الاتحاد يغطي كل هذه المصاريف. اتحاد الكوره لما اقر المسابقه الزم نفسه بمصروفات طب ما انا معلش انا اسمح لي ارد عليك كأنا اتحاد الكوره. هو مش انت كنت قاعد في اجتماع او حاجه زي كده ووافقت على الكلام ده؟ وافقنا. طيب اتحاد الكوره ما وفاش بالتزاماته. تمام. طب احنا بقى الحل عندنا نسيب المسابقه ونمشي؟ ما نقدرش نعمل ما قدمتش اعتراضك ليه؟ انت وعدد من الفرق. لا اعتقد ما هو انت لوحدك مش هينفع. النادي كل الانديه اعتقد يعني كل الانديه اعترضت، لكن كالعاده اتحاد الكوره ما يعني بيدار بعشوائيه برضه. احنا يعني شايفين في الدوري الممتاز الدنيا ماشيه ازاي يعني للاسف. يعني احنا مثلا فوجئنا فريق ابو قير بعد ما فنش رابع، الناس بتطالب ان هو يصعد يعني على اي اساس يعني؟ وفرقه هبطت زي لافينا يتعمل لها ماتش كده عشان تقعد. ما فيش الكلام ده بيحصل، ما بيحصلش في اي حته. ممكن يكون عبث يعني استثمار زياده او حبا في الاستثمار ما زياده. يفعله اتحاد الكوره عبث. طب فين الانديه الشعبيه بتوعين؟ في اسوان، في بلديه المحله، في كده في الممتاز، في الاتحاد، في المصري، الاسماعيلي بيعاني برضو. عددهم كام؟ لا ما احنا بص خلينا نعترف ان من اكبر مشاكلنا ان الكرة المصرية او الدوري المصري عندك مش دوري جماهيري، هو دوري شركات ومؤسسات. مع احترامنا لكل الحاجة حتى يعني حتى الناس اللي بتبذل مجهود زي منتخب السويس وزي المنصورة محدش مظلوم، محدش بيساعده. ايوه مظلوم. واحنا يعني انا طبعا مش بعرف مجلس الاداره ومش بعرف الناس من المسؤوليه، لكن حقيقي الموقف صعب. اكيد انت برضه بتجابه ايه؟ بتجابه لافينا والمقاولين العرب واسماد ابو قير. الناس دي بتصرف مصاريف ضخمه. الناس دي بتاخد ترسانه، الناس بتصرف مصاريف ضخمه جدا. وانت وعندهم مداخيل او عندهم مداخل. منتخب السويس يا معتز، واعتقد انت يعني ان شاء الله لما في حلقات تانية تقابل مسؤولين، احنا نادي منتخب السويس دلوقتي مديون بملايين. انت متخيل احنا فنشين؟ وعارف انا ما فنشيش يعني السيزون خلص، احنا الاخير ومضايقين وعلينا ديون. وعارف ان مجلس الاداره دافع من جيوبه كتير. احنا مش عارفين هنعمل السنه الجايه يعني. لا احنا مش عارفين هنعمل ايه السنه الجايه، سواء لعبنا في المحترفين او لعبنا في الدرجه الاقل. احنا مش عارفين نسد اللي علينا، مش عارفين نجيب لعيبه ومدربين. احنا في وضع صعب حقيقي. فهل هنوصل لحاجه في الاخر مع اتحاد الكوره في حته اللي انا اعرفه عشان اقفل معاك الجزء ده بس؟ رئيس النادي قدم مذكره قدمها في اتحاد الكوره وتضرر من ده. نقيب المحامين في السويس بصفته يعني توجه للنادي واستمع للمشكله من السيد رئيس النادي وقدم مذكره تانية، واعتقد رفع قضيه في القضاء الاداري المستعجل لحفظ حق نادي منتخب السويس.
سياده المحافظ سياده اللواء طارق الشاذلي تواصل تليفونيا مع وكان اجتمع مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كان اجتمع مع استاذ اسامه الموشي برضو. مظبوط. الساده نواب السويس حل المشاكل يعني. الساده نواب السويس عملوا بعض المحاولات ما بين خطابات موجهه لاتحاد الكوره ورابطه الانديه وما بين لقاءات مع وزير الشباب والرياضه، لكن وجهه نظري الشخصيه وزاره الشباب والرياضه مش عليه. لا مشكلتنا مع اتحاد الكوره. مع اتحاد الكوره طبعا هو اللي بيدير المسابقه، هو اللي بيدير اللعبه. وان كان الوزاره يعني ممكن تتدخل بشكل ودي او بشكل توافقي، لكن في النهايه خالص اتحاد الكوره هو سيد قرار. والفيفا زي ما انت عارف بتمنع التدخل الحكومي طبعا. لا هتوقف النشاط خالص. احنا في حته صعبه. ممكن في ناس بتحاول، لكن الموقف حقيقي صعب. والموقف الاصعب رغم ان انت جالك دعم موافقه من بعض الانديه في دوري المحترفين ان على الشكوى بتاعتك ان انت تلغي الهبوط او موافقين على الغاء الهبوط بتاع المحترفين. هو دعم معلوم. هو ده ليه اتحاد الكوره مصمم على ان المسابقه تمشي بالشكل ده؟ الله اعلم. ليه مش عارف. يعني ليه مش عارف، وليه ما كانش فيه تفاوض قبلها؟ يعني قبل ما يعلن القرار كان اصل احنا دلوقتي بنحارب قرار اتخذ بالفعل ومباريات لعبت بالفعل. لكن انا كان نفسي تبقى المواجهه قبلها وبمجرد اعلان الهبوط في الدوري الممتاز كان يبقى التحرك في الوقت ده قبل اعلان اتحاد الكوره لقراراته. لكن للاسف احنا خدعنا وانتظرنا، فكانت النتيجه كده مع الاسف. ومع ذلك احنا ما زال عندنا امل يعني. وان كان شخصيا نقدر نقول بنسبه 40% مثلا وأقل إن ممكن يحصل حاجة إيجابية. طبعا أصل الموضوع عمال يتسوف. وأنا برضو خلينا أوضح لك حاجة يعني، لأن أنا متابع جيد للكرة المصرية يعني أو للدوري المصري. كده في خناقة دايرة أصلا وشد وجذب وفرد دراعات ما بين الرابطة واتحاد الكورة. تمام. في المحترفين مفيش حد بيواجه اتحاد الكورة. حلو. أنت عارف إحنا مشكلتنا مع مين؟ مع شخص اسمه هنا بوريدو. مين يقدر يقنع الشخص ده ان انت تعدل النظام اللي انت عملته؟ انت بقى كمعتز انا بسالك. هو مش فاضي. انا بسالك. ما هو انت عارف اخر حاجه وصلتنا ايه؟ هو مش فاضي. اخر حاجه وصلتنا ايه؟ استنى لما يجي من امريكا ويخلص كاس العالم للانديه. طب انت كمعتز انا بسالك، انت شايف ان ممكن هنا بوريدا لما يرجع مين فينا يكلمه او مين يكلمه بشكل عام فيتراجع عن قراره فيعدل شكل المسابقه؟ انت تعتقد ده يحصل؟ لا بنسبه 100%. لا 120 و105. متخيل احنا مستنيين ايه؟ انت واخد بالك احنا مستنيين ايه؟ مستنيين شخص اللي هو رئيس اتحاد الكوره يرجع من بره فنتكلم معاه والنبي عدل لنا اللي انت عملته فخلاص انا هعدله فما فيش هبوط. هو المفروض ان هو يحل المشاكل اللي موجوده عنده اصلا في الدوري المصري عشان بعد كده يبص على مشاكل منتخب السويس، مشاكل سين صاد عين لام في الدوريات الاخرى. فيعني انت بتبني او يعني انا مش قصدي حاجه بس ده احنا بنقر واقع، وان كان يعني بنقر واقع عانى منه الاهلي، عانى منه الزمالك اللي هم مع احترامنا لمنتخب السويس مش يعني منتخب السويس مش بقوته طبعا. فتخيل الاهلي والزمالك اللي هم الف وب بتوع الكوره في مصر بيعانوا من عدم تواجد. لا سيما كمان بقى ان احنا الفرقه اللي هبطت معانا نادي سبورتنج ما بيتكلمش، قاطع، احنا بس بنتكلم. ما هو كان ليه صوته وما بقاش موجود. احنا بس بنتكلم. تمام. انت متخيل احنا عايزين اتحاد الكوره يغير قراراته ونامل ان ده يحصل يعني. انا ان شاء الله يعني هبقى اكثر الناس فرحا، لكن احنا هنتفائل خير ان شاء الله. حصل كده به، ما حصلش قدر الله ما شاء فعل. خلينا ننقل معاك على اخر حاجه، واعتبر قدامك ورقه او عدد من الورق وقلم ازرق، قلم ازرق ولا احمر ولا اخضر ولا اسود، واقعد خطط زي ما انت عايز تخطط. انا عارفك بتقعد تنعكش في الورق كتير، وطلع لي روشته لمنتخب السويس 1 2 3 4 5. نحل الازمه دي ازاي؟ انا عايز اشوف منتخب السويس. مش الازمه دي بقى، الازمه عامه. انا عايز منتخب السويس يبقى في الدوري. بص انا بتضايق جدا ان واحد مثلا بورسعيدي يقول لي انا المصري موجود في الدوري وبيلعب افريقيا احيانا وبيلعب كاس مثلا نهائي بينافس الاسماعيلي تحت اي وضع، فهو هيبقى الاسماعيلي. احنا من سنين 3 اهرامات في مصر، اهلي زمالك اسماعيلي، وحديثا ظهر حاجه معانا جديده بيراميدز، بس برضو لسه الاسماعيلي مدرسه الكوره في مصر، ما حدش يقدر يختلف عن ذلك. اساس وتاريخ. فالاسماعيليه عندها الاسماعيلي، بورسعيد عندها المصري،
ده لو بتكلم على الخط بتاعنا، خط القناه. السويس بقى انا لو عايز اشوفك في الدوري ايه اللي نمشي عليه؟ بمناسبه الاسماعيلي والمصري، احنا برضو الاسماعيلي بيعاني زينا يعني هي هي الازمه احنا لسه قايلين ده من شويه. الازمه كبرى وبتواجه كل الانديه. اكيد. طب منتخب السويس امتى يعني يسترد عافيته؟ طبعا استرداد العافيه دي هتتطلب منك وقت وجهد كبير. تمام. ما عندناش مشكله في الوقت، احنا تعودنا على دوري الظل، لكن الاستعداد ده معتز يعني مش هيجي الا باراده قويه من ناس متخصصه مع وجود دعم ليها. يبقى اول حاجه اداره متخصصه وقويه، اداره متخصصه وقويه ودعم وتلاقي الدعم او داعمه الاداره القويه والمتخصصه اللي هتلاقي الدعم. تمام. تشتغل على ملفين 2. ايه هما الملفين؟ ان نادي منتخب السويس يبقى ذو موارد ماليه تحفظ لنادي منتخب السويس قيمته ومصروفاته، بحيث نبعد عن تبرعات، نبعد عن السلف، نبعد عن او يبقى دي حاجات حل اخير بقى يوم ما الدنيا تأزم معايا خالص، التبرعات والسلف. انا عايز اوصل معاك لمؤسسه، يعني عارف مثلا ايه من الحاجات الجميله في نادي شعبي زينا المصري البورسعيدي. النهارده المصري كامل ابو علي بيعمل عظمه زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ النادي بيكسب، بيبيع لعيبه كويسه، بيدخل فلوس كويسه، بيكسب من البث، بيكسب من الرعايه. انت لما بتبقى قوي، مش اساس كامل ابو علي بس، ده كمان الادارات السابقه كمان يعني. انت لما بتبقى عندك المنتج بتاعك قوي انت بتكسب. عملت برنامج قوي هيجيب مشاهدات قويه. عملت منتج كويس هيتباع كويس. احنا التحدي اللي بقى لنا ان احنا يبقى النادي منشأة قويه. منشأة قويه دي لازم مشروعات النادي المنتخب يعملها، لازم نواكب التطور اللي بيحصل على المستوى بقى الخدمي والاعلامي والرياضي لازم يعني نتطور بفكرنا وبمنتجاتنا. يعني النشاط الرياضي اللي بيتقدم جوه النادي المنتخب في جميع الالعاب لازم ياخد خطوه واتنين لقدام، لازم نبقى محترفين. النشاط الاجتماعي لازم ياخد خطوه لقدام. النشاط الاستثماري، وطبعا احنا عندنا مشكله في وان كان ده رقم واحد النشاط الاستثماري، ارض الملاحه والمقر الجديد، احنا يمكن ان نستثمر كل ده بشكل جميل. احنا عندنا مواقع استراتيجيه، عندنا بنيه تحتيه ممتازه، ينقصنا بس التخطيط الجيد العقل اللي يدير. لكن انا ضد الشحاته وضد ان ده يدفع 200,000 وده يدفع 30,000. في ناس دفعت 10,000 و5,000 و30,000 و40,000 عشان بس طبعا احنا بنشكر كل الناس اكيد طبعا، بس احنا يعني حلا للمواقف يعني، او يعني متخيل ان احنا يعني ما كناش لاقيين فلوس عشان نسافر ماتش، مش لاقيين حق الاتوبيس، مش لاقيين، احنا في حته بعيده عايزين نوصل لحته كبيره قوي. فده هيتطلب مننا وقت وجهد. انا اتمنى ان يجي مجلس اداره، يعني الانتخابات احنا قلنا دي كده رقم واحد، اداره جيده، يجي مجلس اداره قوي متجانس، يعني ما يبعد عن الانشقاقات والانقسامات، يحط مشروع ويشتغل عليه. جماهير السويس هتصبر، احنا صبرنا بالفعل، احنا صبرنا على ما هو اسوأ من ذلك. فلما تيجي ناس عندها مشروع تشتغل شغل كويس، صدقني انا وانت هنصبر عليهم، لان احنا نبقى شايفين شغل. في معنى انت كده بتتكلم في اداره وكوادر 1 و2، كوادر متخصصه في المجال يعني، او كوادر متخصصه في التطورات اللي انت عايز تعملها. الاستثمار الرياضي بقى ده كده رقم 1 قبل 1 و2 اللي احنا لسه قايلينه. طبعا. غير كده احنا مش هنحقق حاجه لو فضلنا ماشيين بالزق اللي احنا بنمشي بيه ده. الموضوع صعب، مستحيل. اللي يعني اللي عايش على الاعلانات طول عمره بيفضل عايش على الاعلانات. مستحيل. من غير مشروع عمرك ما هتتقدم، عمرك ما عندك منشأة قوية. فاحنا لازم يبقى عندنا مشروع واراده لتنفيذ هذا المشروع. طيب احنا نقدر نقول ان منتخب السويس كل هو محتاجه دلوقتي استثمار زي ما قلنا، محتاج اداره واعيه وصحيه او دارسه. الاستثمار دي معلش معتز، مش معنى كده ان انا بيع منشآتي اكيد، عشان بس في عندنا خلط من فكره كلمه الاستثمار بقت كلمه مطاطه احنا بنستخدمها او مش احنا بنستخدمها، بعض الناس او بستخدمها بشكل، هي كلمه عامه فالناس فاهماها بشكل انا استثمر ان انا بقى عندي مكان اسيبه. لا ان حد ما بيعش الاصل بتاعي يعني. لا ده غلط يعني. ولا ان يجي حد يلغي وجودي ويعمل حاجات تاني تنفع ناس تاني. لا خالص. في حاجه اسمها الاستثمار الواعي الحقيقي. الاستثمار اللي قايم على مشروع
انا استفيد والشريك يستفيد، المستثمر يستفيد، لكن وفقا لمشروع، مش موضوع وفقا عشوائي. لتخطيط، مش وفقا ماشيين كده. يعني كلمه استثمار بقت كلمه مستهلكه شكله وحش. هي ممكن تفسر ان انت تبيع جزء من الاصول او تدي حق انتفاع مده من السنين مثلا لحاجه معينه عندك، او رعايه معينه لشيء مثلا عندك الى ما شاء الله. فهي احنا بنتكلم في استثمار واعي حقيقي مع تطوير مستمر، مع اعلاء لقيمه منتخب السويس. وكده كده منتخب السويس محتاج كل الكوادر اللي تقدر تساعد. بعقود عادله صادقه تحفظ للاجيال اللي جايه والنادي منتخب السويس قيمته وتاريخه وحقوقه. ده اللي انا اقصده كلمه استثمار. انا بشكرك جدا 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 على الكلام اللي احنا قلناه النهارده، وعلى يعني ان انت لبيت دعوتنا. بشكرك جدا جدا يا ايوب. ومش اول يعني دي اول حلقه بس مش هتبقى اخر حلقه، احنا في حاجات كتير لسه ما اتكلمناش فيها، وبعيدا عن ان احنا اصحاب وكتير بينا في حته السويس وكده، بس في حاجات تانية لازم نتكلم فيها جوه، من حيث ان حب الجمهور للنادي، حب الشعب اصلا لمنتخب السويس، او ان احنا عايزين نشوف منتخب السويس في الممتاز. بشكرك جدا على الحلقه الجميله دي. كنت معاك وبالتوفيق حبيبي، الله يكرمك. سعيد جدا بالحلقه، ورب كده يعني تكون قدمنا فيها حاجه. انت كده كده صاحبي في اي مكان بتعلم. شكرا جدا يا ايوب، وبشكركم، وان شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمه، والى ان نلقاكم في رعايه الله. سلام.